زملكاوي جميل. يا زمالك يا مدرسة، لعب وفن وهندسة. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم جماهير نادي الزمالك، فيديو جديد على قناتكم قناة الكرة الزمالك. معاكم سامح حسن، ونبدأ على طول تفاصيل الفيديو بتاعنا النهاردة. بصوا بقى يا جماعة، نادي الزمالك بيحاول يبني فريق وعين مدير رياضي اللي هو جون ادوارد، وطبعا جون ادوارد عين مدير فني بالجهاز الكامل معاه اللي هو يانيك فيريرا. الزمالك ابتدى يعمل صفقات، ابتدى يخش في الميركاتو بصورة كويسة جدا، ابتدى يجيب صفقات، في صفقات تمت وفي صفقات لسه ما تمتش. في بعض الناس قعدت تحارب نادي الزمالك، اللي كانوا بيحاربوا نادي الزمالك ما تزعلوش مني، بعضهم من ابناء نادي الزمالك مش عاجبهم الوضع، مش عاجبهم الاداء، مش عاجبهم ان هم يكونوا خارج الصورة. ده طبعا مش طبيعي ان اللي يحاربك من ابناء نادي الزمالك، انما لما يحاربك نادي منافس ده شيء طبيعي، لانه مش عايزك تعمل صفقات، مش عايزك تقوي نفسك، مش عايزك تقوم لك قومة. هو عايز المنافسة تبقى أحادية، نادي واحد بس هو اللي ينافس والباقي كله يتفرج عليه. فطبعا احنا دلوقتي بنتكلم وبنقول ان نادي الزمالك بيحاول يعقد صفقات. دلوقتي هم عايزين يحاولوا يصدروا لك صورة سلبية عن نادي الزمالك، لا ده مش عارف يجيب صفقات، لا ده صفقات ضعيفة، لا ده مش هيعمل حاجة. فطبعا الكلام ده كله هيهبط من لعيبة، هيهبط من جماهير نادي الزمالك، ويهبط من الإدارة والراجل اللي شغال. هم عايزينه يفشل من قبل ما يبدأ. احنا لسه ما شفناش حاجة، ما شفناش أداء نادي الزمالك، ما شفناش الفريق هيعمل ايه. فطبعا ولسه ما فيش صفقات دخلت في التدريبات عشان نبقى احنا واضحين. كل اللعيبه اللي بيلعبوا دلوقتي هم القوام بتاع السنه اللي فاتت، مفيش ولا صفقه لسه دخلت. فطبعا ما شفناش لسه اداء نادي الزمالك. فان شاء الله احنا في الفيديو ده هنتكلم عن الصفقات واداء نادي الزمالك والتطور اللي ممكن يحصل لنادي الزمالك في الفتره اللي جايه ان شاء الله. ونبدا على طول الفيديو بتاعنا النهارده. الكلام المظبوط يا جماعه، طبيعي ان اي فتره انتقالات بيبقى فيها كلام كتير، اشاعات، ناس بتقول استعجل وناس بتقول اتأخر. لكن الحقيقة ان جون ادوارد شغال بمنهج محترم جدا، مش بيجيب اي لاعب والسلام عشان يفرح الجماهير وخلاص، لا، بيشوف احتياجات الفريق الاول وبيرتب الاولويات وبالتالي بيختار اللاعب. يعني يا جماعة بالنسبة لنادي الزمالك، جون ادوارد عقد عدة صفقات موجودة حاليا. الحاجات المؤكدة زي ما الناس كلها عارفة اللي هي أحمد شريف وعمر ناصر، دول لعيبة بيلعبوا في الخط الأمامي في الخط الهجوم. في لعيبة تانية في كلام عليهم آدم الكاي، ده جناح، وفي كلام عن المهدي سليمان، ده خلص، وده حارس مرمى خبرات، وشيكو بنزا اللي هو الجناح الهجومي. في ناس اتكلمت عليه موافقة بيه وفي ناس لأ. الزمالك بيعقد صفقات في أماكن معينة. الزمالك كان بيخلص مع بيراميدز في صفقتين أو ثلاثة، فجأة بيراميدز بعد ما كان موافق إن هو يدي اللعبة للزمالك حصل تعثرات، مش عشان النواحي المادية، لا، هم طبعا بيفكروا في حاجات تانية. واليمة التانية برضك الزمالك بعد ما كان مخلص مع بتروجيت وخلاص هيخلص اللاعب لاعب نص الملعب حامد حمدان اللي هو الفلسطيني، رجعوا وقالوا لا مش هندي اللاعب للزمالك. وطبعا النهارده في جلسه ما بين اداره نادي الزمالك واداره بتروجيت، لعل وعسى يخلصوا الصفقه لنادي الزمالك، خصوصا ان اللاعب كده كده مش هيلعب اليومين الجايين دول اساسا، واخر مده في عقده يعني ممكن يمضي في يناير لاي فريق. فبالتالي كده كده بتروجيت من الذكاء منهم انهم مش هيستفيدوا من اللاعب باي حاجه، لان مفيش لاعب هيلعب وهو نفسه مسدوده من في الاخر في نادي هو مش عايز يكمل فيه. فطبعا الناحيه الماديه ممكن تفيد في بتروجيت اكتر، لو هم شايفين كده، شايفين حاجه غير كده او جاي لهم تعليمات بغير كده هم حرين ينفذوا اللي هم عايزينه. يا جماعه احنا فين دلوقتي؟ احنا دلوقتي في نص السوق، في نص سوق الانتقالات. 5 صفقات اتقفلوا و3 صفقات على وشك، وجلسه تانية مع المدير الفني واللجنه الفنيه علشان يخلصوا باقي المراكز قبل المعسكر. المعسكر هيبقى في العاصمة الإدارية قريب، وده معناه إن الفرقة بتتجهز بشكل كويس. طبعا نادي الزمالك المدير الفني يانيك فيريرا كان نفسه إن الصفقات اللي هي الزمالك عقدها تروح معاه في المعسكر، وده شيء صح منه،
لان هو هياخد اللعيبه ديت ويجربها، في نفس الوقت تندمج مع العناصر اللي ممكن تكون موجوده من العناصر القديمه في نادي الزمالك، وبالتالي يشوف برضك يعقد مقارنات، عشان في بعض اللعيبه ممكن تطلع اعارات والفريق بالتالي يتظبط ويحصل انسجام، وده شيء ايجابي. المفروض اداره نادي الزمالك تسعى في الموضوع ده في خلال الثلاث اربع ايام اللي جايه، لان احنا على حسب الكلام المتداول ان المعسكر هيكون في العاصمه الاداريه، وهيكون من يوم 15 الشهر ده، يعني كمان يومين. فطبعا بالتالي نادي الزمالك لما تكون مع العناصر اللي هي الجديده مع العناصر القديمه هيحصل انسجام وهيحصل تجانس ما بين اللاعبين في الفرقه، بحيث الزمالك برضك والمدير الفني يقدر يحكم على العناصر الموجوده. نادي الزمالك ان شاء الله باذن الله المعسكر ده يفيده. المعسكر ده هيمتد حوالي من 10 ل 12 يوم، هيقعد لحد فتره 25 او 27 الشهر ده، وده هيكون المعسكر الاساسي لنادي الزمالك، بحيث هيديله قوه للعيبه، هيدي رفع لياقه بدنيه، هيدي جمل تكتيكيه الفريق هينفذها. في نفس الوقت برضك غير كده وكده ان الزمالك برضك بيحضر لثلاث وديات او 4 في خلال فترة المعسكر. طبعا الوديات ديت عشان المدير الفني يحكم على اللعيبة ويشوف مدى تطورهم في الأداء خلال معسكر الفريق. رسالة طمأنينة لجماهير نادي الزمالك: اطمئن يا زملكاوي، الفريق ماشي في الطريق الصح، التحركات كويسة، والراجل اللي ماسك الملف بيشتغل بموافقة فيريرا والمدرب العام، وفي دعم مالي إن شاء الله، وده أهم حاجة. وهنشوف صفقات حلوة في الفترة اللي جاية، وهيبقى عندك فريق محترم إن شاء الله ينافس على جميع البطولات. إن شاء الله يا جماعة هيبقى عندنا صفقات حلوة الفترة اللي جاية، وهيبقى في عندنا فريق محترم ينافس على جميع البطولات. يعني بلاش نسمع كلام الناس اللي بتحاول تسود الصورة. عندنا مشاكل زي أي فريق، بس عندنا ناس برضك بتحب النادي الزمالك وبتدعم نادي الزمالك، وعندنا جمهور قوي ورا الفريق في أي حتة. وده يا جماعة كان فيديو عن نادي الزمالك وصفقاته والوضع الحالي. نشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.